أهلا يا أساطير، النهاردة معانا أنمي جميل جدا، وإن شاء الله الأنمي هيعجبكم. ويلا نبدأ الأنمي. في كل الأزمان بتتولد الأبطال، والأبطال هم مجموعة من البشر هدفهم يقضوا على الشر في العالم، وبيخلصوا على المأساة اللي الناس بتعاني منها، ويخرجوا مكانها طموح وأمل جديد. إلا إن نهاية كل بطل دائما بتكون عكس المتوقع، فجزء من الأبطال بيتخانوا من أقرب الناس ليهم، وجزء تاني بيقعوا في فخ عدو ذكي بيقضي عليهم. والأبطال مش بيقفوا غير وهم في عز قوتهم، ووقتها بيكونوا متصورين إن مفيش حد هيقدر يقضي عليهم. والناس اللي بتخاف من قوتهم المفرطة دي ساعات بيبعدوا عنهم، وساعات بيطردوهم. وفي نفس الوقت ده البطل بيحارب علشانهم وبيواجه الموت في كل دقيقة. وبالرغم من كده بيفضل البطل يحارب ومش بيستسلم علشان ينقذ حياة الناس على حساب قلبه. وبيصحى ألين من النوم على صوت أخوه الصغير، وبنتفاجئ إن أخوه بيعامله بطريقة وحشة وبيهزقه، وبيقوله إن أبوه غلطان وقلبه طيب علشان بيعامله كويس والمفروض يرميه في الشارع. وبيطلب منه يصحى ويجهز نفسه بسرعة علشان أبوه عايزه. وبيضحك أخو ألين وبيقوله إن أبوه هيخلص الموضوع ده كله النهاردة. بعدها بيروح ألين يكلم أبوه، وبنعرف إن ألين اتولد في عائلة ويست من 15 سنة، والعائلة دي هم حكام المدينة. وبالرغم من كده مستوى ألين مرتفعش وفضل واقف عند المستوى الأول. والأسوأ من كده إنه في الحفلة اللي اتعملت من كام يوم مفيش حد من حكماء المدينة رضى يساعده. وفي التوقيت ده الحكماء بيساعدوا الأطفال عشان يبقوا أقوى، لكن محدش رضى يساعد ألين. علشان كده أبوه بيقوله انت عار على العائلة وفاشل، وعمرك ما هتقدر تشرف اسم العائلة أبدا. علشان كده بيقرر أبوه يطرده من العائلة، وبيطرده من عائلة ويست للأبد. وبيخرج ألين من القصر وبيبان عليه إنه فرحان علشان خلاص بقى حر وخارج من القصر. بيقرر يدور على السلام اللي طول عمره بيدور عليه من هو صغير. وبيتجه ألين ناحية المناطق الحدودية في شرق المدينة، وهناك هيقدر يعيش حياته في سلام، ومحدش هيخاف منه ولا هيفكر يأذيه. وبيمشي ألين مسافة طويلة لحد ما بيوصل لنقطة بيحس إن هي دي المكان المناسب اللي يقدر يعيش فيه. وفجأة بيشوف قدامه مجموعة كلاب بيحاربوا في بنت معاها سيف ودرع، لكن الكلاب دي بتكون مصنوعة من الحجارة، وكل ما البنت بتضربهم وتكسرهم يرجعوا ويتشكلوا في صورة كلب ويهجموا عليها تاني. فبتعرف ان الحرب معاهم مستحيلة. وبنعرف ان البنت اسمها بياتريس، واختها الصغيرة ليزا بتنده عليها، فبتأمرها بياتريس تهرب بسرعة قبل ما الكلاب توصل لها. لكن ليزا بترفض تهرب، بتقول لها بياتريس لازم تهربي علشان تعملي الدور المطلوب منك. وبيشوفهم ألين بعينه السحرية، وبيعرف ان ليزا هي الأميرة الأولى لمملكة أودست. فبيسأل نفسه هي بتعمل ايه في مكان زي ده. وبيفتكر ألين ذكرياته مع ليزا لما كانوا صغيرين وقاعدين في حفلة، وليزا سمعت واحد بيتريق على ألين وبيقول إنه ضعيف ومش هيقدر يمسك منصب الملك بعد أبوه. فبتدافع ليزا عنه وبتقول للراجل إنه مش فاشل ولازم يتكلم عنه بأسلوب أحسن من كده. وألين بيكون معاهد نفسه إنه مش هيستخدم قوته الحقيقية ضد حد، لكن لو حد تعرض للأذى فلازم يدافع عنه بنفسه. وبنشوف بياتريس بعد ما الكلب الضخم هجم عليها ووقعت على الأرض، فبيسترجع ألين قوته وبيهاجم على الكلب وبيخلص عليه واحد ورا التاني. لكن بياتريس بتتعور جامد وبتنزف كمية دم كبيرة، وبتحس إنها خلاص قربت تموت. فبيروح لها ألين وبيوقف النزيف وبيعالجها بتعويذة الشفاء.
وبتستغرب ليزا إن ألين قوي بالدرجة دي، فمش بيقول لهم إن القوة دي كانت جواه طول الوقت وهو رافض يظهرها. وبيسألها ألين وبيقول لها المفروض أنت أميرة المدينة، إيه اللي جابك المنطقة الحدودية؟ فبتقول له ليزا إنها من كام يوم جالها إلهام إن في حاجة غريبة بتحصل في الحدود، فخدت بياتريس ومشوا ناحية قرية كلوم، والكلاب هجمت عليهم ولولا ألين أنقذهم كان زمانهم في عداد الأموات. وبتعيد عليه ليزا السؤال وبتقول له انت بتعمل ايه في الحدود؟ فبيقف ألين وبيقول لها ده مكان مش مناسب نتكلم فيه. فبتقول له ان العربية بتاعتهم اتكسرت، لكن ألين بيستخدم تعويذة تانية بيصلح بيها العربية. في العربية بيحكي لها ألين انه انطرد من القصر الملكي، ويقول لها المفروض دلوقتي تخافي مني علشان ماشي في المملكة ومعايا قوة كبيرة. وبتصدق على كلامه بياترس وبتقول له المفروض نرجعه قصر ويست علشان أمان المملكة. لكن ليزا بتقول لها إن مصلحة صاحبها أهم من مصلحة المملكة، بالرغم إن ده غلط والمفروض ما تعملهوش باعتبارها الأميرة. وبالليل بيوصلوا لقرية كلوم وبيلاحظوا إن المدينة فاضية ومفيهاش حد. فبتشك ليزا إن في وحوش هجمت المدينة وقضوا على الناس اللي كانوا عايشين فيها، لكن ألين بيقول لها إنه مش شايف أي آثار لوحوش في المكان. وبتستغرب بياتريس إن من ساعة ما مشى معاهم في الطريق ومفيش ولا وحش هجم عليهم. فبتقول لها ليزا إن أكيد حد من المغامرين هجم على الوحوش وقضى عليهم. وبيتوقع ألين إنهم ممكن يكونوا خايفين من حاجة ومستخبيين منها. وفجأة بيشوفوا مجموعة من أهل القرية متجمعين حوالين بيت معين، وصاحب البيت بيطرد بنت من البيت وبيقول لها إنه فقد الأمل فيها. وأول لما بيوصل للبيت ليزا بتعرف البنت اللي اتطردت وبتقول لها أكيد أنتي أكير أو النور. وبتفتكر ليزا لما راح لها القصر الملكي وخدته في جولة حوالين القصر، فبتفتكرها أكير وبتقول لها إن ذاكرتها ضعيفة. لكن ألين ما بيفهمش ليزا، قالت له اسمك النور ليه؟ فبتقول له بياترس إن هبة الشجاعة اللي الحكماء بيدوها لحد بس بياخدها في كل جيل، ودي بتدي قوة 1000 محارب واللي بياخدها بيبقى بطل. وأكيرا كازار هي بطلة الجيل الحالي وهي اللي معاها هبة الشجاعة. وبيروحوا بعدها يتعشوا بتحكي لهم أكير إنها بتقضي حياتها بتمشي في البلاد لحد ما وصلت جنب القرية وشافت طفلة خايفة وبتجري في الغابة. ولما سألت الطفلة خايفة ليه قالت لها إن شيخ القرية هيقدمها قربان للتنين اللي عايش في الجبل علشان ما يهجمش عليهم ويدمرهم. ولما راحت تقابل شيخ القرية طردها من البيت زي ما شافوها. فبتسألها ليزا لو القرية بتقدم قرابين للتنين علشان ما يخلصش عليهم، لكن أكيرا بتقول لها لأ، بيقدموا له قرابين علشان يحميهم من الوحوش اللي بتهجم عليهم. علشان كده أكيرا قررت تخبي الطفلة في كهف جوه الجبل لحد ما تشوف هيعملوا معاها ايه. وبعد العشاء بتتوقف أكيرا وبتقول لهم كده مفيش قدامي حل غير إني أروح وأخلص على التنين اللي في الجبل علشان أحمي حياة الطفلة الصغيرة. وبتقول لهم لو عايزين تيجوا معايا مش هقدر أمنعكم. فبيقرروا يروحوا مع أكيرا علشان يحموا الطفلة الصغيرة ويجمعوا قوتهم ويخلصوا على التنين. ولما بيوصلوا لنقطة قريبة من الجبل بتقعد أكيرا في الأرض علشان تعمل خطة يهجموا بيها على التنين. والخطة إن أكيرا هتاخد الطريق اللي بيطلع للقمة، وهما هياخدوا طريق جانبي ويطلعوا الجبل من ورا، وبكده يقدروا يحصروا التنين في النص ويخلصوا عليه. فبيعرض عليها ألين إن هو اللي يطلع في الطريق المباشر ويواجه التنين، لكن أكيرا بترفض وبتقوله أنت عايز تعمل كده عشان تخلص عليه لوحدك. فبيقول لها أنت بتبالغي في تقدير قوتي. لكن أكيرا بتعرف إن عنده قوة استثنائية وبتطلب منه يدخل معاها مواجهة بعد ما يخلصوا على التنين. وفي الطريق بيتكلم ألين مع ليزا وبياتريس وبيقول لهم إنه شاكك في عائلة إنهم عاملين اتفاقية مع التنين ده علشان يحمي الحدود. في الأغلب هم بنوا قرية كلوم علشان تقديم القرابين طول الوقت للتنين.
وبتوصل أكيرا للتنين الأول وفجأة بيهجم عليها من قبل ما تتكلم وبيطلع نار من بقه، فبتهجم عليه أكيرا بقوة البرق، لكن للأسف الضربة مش بتأثر فيه. وفجأة بتشوف الطفلة الصغيرة والتنين خاطفها وبيقول لها إنه مش بيدور على القرابين، لكن هو اللي ساب الطفلة تهرب علشان يشوف مين البطل اللي هيدافع عنها ويجي يحاربه. فبتتعصب أكيرا وبتستخدم قوة أكبر وبتهجم على التنين وبتضربه وبتكون متوقعة إن الضربة دي اللي هتخلص عليه، لكن للأسف الضربة دي كمان ما بتأثرش فيه. وبيضحك التنين وبيقول لها دي أقصى قوة عندك، وبيضربها ضربة واحدة بيوقعها على الأرض. وبيستعد التنين علشان يطلع نار من بقه ويولع في أكيرا، لكن في اللحظة دي بيوصل ألين وبيهجم على التنين بالسيف وبيقطع له جناحه، وبيروح يلحق أكيرا وبيقول لها إنه كان مستني اللحظة المناسبة اللي يهجم فيها. بعدها بيكلم التنين وبيقول له كنت سامعك بتقول كلام أكبر من كده وبتتكلم ببجاحة، علشان كده جيت أعرفك مقامك الحقيقي. فبيهجم عليه التنين، لكن ألين بيضربه بالسيف في صدره وبيعوره. وبيستغرب التنين إن حد من البشر قدر يعوره، ودي أول مرة تحصل له في حياته. فبيستخدم حيلة وبيجري ناحية الطفلة وبيقوله لو خلصت عليا هخلص عليها، لكن ألين بيستجمع قوته وبيهجم عليه وبيدخل السيف في قلبه وبيقضي عليه. وبيلاحظ ألين إن اللي عمله ده عكس اللي كان ناوي يعمله، في إنه يدور على السلام وما يدخلش في مشاكل مع حد في العالم، لكن بيقتنع إنه لو حارب علشان ينقذ حياة حد بريء فده يستحق إنه يضحي بأهدافه علشانها.